في موقع، في خبر صدر على صحيفة أو صدر في صحيفة المصريون، وصدر يوم 13/2/2012، وده بعنوان: الدولة القبطية تنظم وقفات احتجاجية بعواصم غربية وإسرائيل ضد العسكري. ده كتبه زميلنا الأستاذ عبد الحميد قطب. بقول لحضراتكم ده 13/2/2012. نظمت مجموعات من أقباطها، هكذا يقول الخبر، نظمت مجموعات من أقباط المهجر وقفات احتجاجية أمام ما يسمى بقنصليات الدولة القبطية في عدة عواصم غربية، وأعلنوا إضرابهم عن العمل، مطالبين المجلس العسكري والقوات المسلحة بالتنحي عن حكم البلاد وتسليم السلطة إلى مجلس مدني، كما طالبوا بمحاكمة أعضاء المجلس بتهمة قتل المتظاهرين الأقباط أمام مسبيرو. وكان عصمت زقلمة مؤسس الدولة القبطية المزعومة في الخارج استغل دعوة بعض القوى السياسية في مصر للعصيان المدني، وأعلن تنظيم وقفات احتجاجية وإضراب عن العمل أمام القنصليات التي افتتحها أواخر ديسمبر الماضي في عواصم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وألمانيا وتل أبيب عاصمة إسرائيل التي يسميها زقلمة بأورشليم، لدعم مطالب الأقباط في مصر ولدعم القوى السياسية الليبرالية والعلمانية لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي عن السلطة فورا. الأهم عندنا، قالت سوسن غريب المتحدثة الإعلامية باسم مجلس أمناء الدولة القبطية، تاني الاسم، وقالت سوسن غريب المتحدثة الإعلامية باسم مجلس أمناء الدولة القبطية والمقيمة بولاية تكساس في الولايات المتحدة طبعا، أن الجاليات القبطية المتواجدة في الدول التي بها قنصليات للدولة القبطية تجمعوا أمس الأول يعني يوم 11/2/2012، يعني الخبر ده 13/2/2012، وأعلنوا عن مساندتهم للمضربين في مصر عن العمل، وحددت مجموعة من المطالب. قالت ده اللي هي سوسن غريب إن على المجلس العسكري أن ينفذها فورا، وهي وضع حد للحكم العسكري وتسليم السلطة للمدنيين، دعم العصيان المدني ومحاكمة البلطجية المأجورين من المجلس، حل البرلمان فورا، إعادة الانتخابات بنظام الفردي، مساندة الأحزاب الليبرالية والعلمانية واليسارية، إقالة الجنزوري، محاكمة قيادات المجلس العسكري، محاكمة ضباط القوات المسلحة المتهمين بالضلوع في تعذيب السجناء. كل ده كلام موجود في الخبر اللي قدام حضراتكم. وإنها قال وفي نهاية الخبر يذكر أن عصمت زقلمة كان قد أعلن في أواخر ديسمبر الماضي اللي هو 2011 عن افتتاح ما سماه مجلس أمناء الدولة القبطية ل 11 قنصلية في عواصم عالمية وغربية. الأمر دلوقتي يحال إلى بعض من ذكر اسمهم في هذا الخبر. المفروض معانا الأستاذة سوسن غريب المتحدثة الإعلامية زي ما هو مكتوب في الخبر باسم مجلس أمناء الدولة القبطية. هل هي بالفعل المتحدثة الإعلامية باسم مجلس أمناء الدولة القبطية والمقيمة بولاية تكساس ولا لا؟ الأستاذة سوسن غريب. أستاذة سوسن، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. ما جاء على لسانك في هذا الخبر صحيح؟ الخبر ده عاري من الصدق. الخبر ده متلفق وكذب، وانا ماليش اي علاقه بالدوله القبطيه ولا متحدثه رسميه باسمهم، واول مره كنت اسمع عن الخبر ده وعن الجريده دي نفسها اللي هي كاتبه خبر متلفق وكذب في الجريده دي، لا عن لساني ولا الوقفه دي حصلت ولا في اي حاجه من الصحه في الموضوع ده. يعني حضرتك بتنفي يعني بتنفي الواقعة ولا ربما يكون السيد زقلمة قال تصريحات؟ انا ما اعرفش السيد زقلمة ده، انا اول مره اسمع عنه. يبقى خلينا في حضرتك. انا بنفي الواقع وبنفي الحديث وبنفي ان انا ليا علاقه باي منظمه قبطيه تسعى لتقسيم مصر. طب حضرتك موجوده دلوقتي في ولايه تكساس؟ انا موجوده دلوقتي في دالاس في تكساس. تمام. يعني اذا انت حضرتك في الولايات المتحده وبتنفي هذا الخبر جمله وتفصيلا. انا بنفيه جمله وتفصيلا. ولا حد كلم حضرتك؟ ولا حد كلمني من الصحيفه دي. انا حاولت ابعت لهم، ما جاليش رد. لما عرفت ان في التحقيق ده حصل بعت لهم، ما حصلش رد. حاولت احط كومنتات عندهم في السكشن بتاع التعليقات، اتشال. انا حطيت مرتين واتشال. ما اعرفش هم ما بيتخصصوش الحقائق، ما جوش كلموني ليه. انا واحده معروفه هنا وتليفوناتي متاحه
وسهل جدا الوصول ليا. انا اعتقد ان الاستاذ محمود سلطان وكل الزملاء في صحيفه المصريون، اعتقد لو وصلهم صوت حضرتك اكيد هيبتوا في الامر، يعني لان هم برضو الصحيفه اخبار كتير تتمتع فيها بالمصداقيه، فاعتقد انه هذا الامر لو وصل لهم من الناحيه المهنيه اعتقد هيتعاملوا معاه بالصوره المطلوبه. لكن ما حدش كلم حضرتك قبل كده ولا حد فتح معاك كلام؟ مش من المجال، مش من الجورنال كمان، عموما ما حدش كلم حضرتك؟ من وسائل الاتصالات المرئيه والمسموعه ما حدش عمل معايا حديث، ما حدش كلمني في الموضوع دوت بتاع الدوله القبطيه. انا اول مره افاجئ بالخبر دوت من كام يوم لما اكتشفت ان الخبر ده موجود. طب انت حضرتك قبل ما يعني حضرتك موجوده في الولايات المتحده زياره ولا موجوده اقامه؟ لا انا مقيمه، انا واحده مصريه مسلمه امريكيه ساكنه في امريكا ومقيمه مهاجره هنا بقالي 18 سنه. 18 سنه. يعني كان ليك نشاط سياسي قبل ما تسافري؟ في مصر لا. طب بعد ما سافرتي ليكي نشاط سياسي او يعني انا ليا نشاط سياسي هنا. انا ليا الشرف ان انا اكون عضوه في 6 ابريل ائتلاف الثوره، وانا متحدثه رسميه باسم 6 ابريل امريكا ونائب المنسق العام بتاع 6 ابريل امريكا، ودي اعتقد انها حمله لتشويه النشطاء في الخارج وابتدوها بيا. يعني انت حضرتك المتحدث باسم 6 ابريل في امريكا؟ بالظبط. وبالتالي حضرتك بتنفي اي اتصال بيكي او اي تحرك لحضرتك في هذا الامر بين قوسين كده الدوله القبطيه. انا بنفي اي علاقه ليا او اي اتصال او اي معرفه بالموضوع ده اصلا. طيب هل ده سبب لحضرتك ازعاج وانت موجوده هناك؟ يعني مجرد ان الخبر ينشر؟ بالطبع الخبر ده اضر بيا بشخصي، بكوني نشطه، اضر بمعظم النشطاء، اضر بسمعه الحركه، اضر بسمعه الثوره، اضر بحاجات كتير قوي. الخبر ده ضايقني، يعني اضر بعيلتي، اضر بيا كشخصيه، واضر بعملي. تمام. طب يعني معنى كده ان في اجراء ما ممكن تتخذيه ولا في اجراء لو حدث تصحيح او حدث تنويه عن الخبر؟ طبعا مطلوب اعتذار رسمي من الجريده، ينشر بنفس المساحه ونفس المكان اللي هم نشروا فيه الحدث ده يكذب، ويحطوا اعتذار رسمي من الجريده في نفس الموقع، ان بالكلام اللي انا عايزه اقوله يتحط فيه، لان دي محاوله للتشويه، دي مش واحد قاعد كتب مقال زي دوت. طب لو لم يحدث كواحده انا بتكلم كواحده نشطه، ودي بتمس كل الناس اللي هم بيشتغلوا نشطاء هنا سواء في الخارج او في الداخل. لا، ما حضرتك بتقولي ان انت متحدث باسم 6 ابريل في الولايات المتحده، فده امر يعني ما نقدرش نقول عليه انه يعني انت بتتحدثي بشيء وبتعملي في شيء اخر. فلو انت بتعملي في اطار الدوله القبطيه هتؤكدي ان انت بتعملي في اطار الدوله القبطيه، لكن لو لم يحدث ان في اعتذار ولا اي حاجه، في اي اجراءات تتخذيه من عند حضرتك؟ طبعا انا هتخذ اجراءات قانونيه هنا في امريكا، وهتخذ اجراءات قانونيه في مصر، والسبب ان انا هروح امريكا لان القضاء في مصر ما انصفش الناس اللي دمهم راح، ما انصفش هتك العرض، فكر ان هو هينصف حد في قضيه سمعه. تمام. فانت هترفعي دعوه قضائيه من عند حضرتك وانت في الولايات المتحده؟ انا هرفع دعوه قضائيه من هنا، وهرفع دعوه قضائيه للتشويه ومطالبه بالتعويض في مصر. اشكرك الاستاذه سوسن غريب، المتحدث باسم 6 ابريل، جماعه 6 ابريل في الولايات المتحده، تنفي نفيا قاطعا ما جاء في هذا الخبر، لان احنا كنا الحقيقه قريناه من فتره وقيل لنا ان هناك حق الرد، فاحنا جبنا يعني احنا كنا قريناه واحنا بنقرا شغل الصحافه، ما ركزناش عليه، لكن عندما يعني حدث وتكلم معنا البعض انه سوسن غريب تريد ان توضح الامر باعتبار ان احنا قلنا الخبر ده قبل كده، بتنفي نفيا قاطعا اي علاقه لها بما يسمى الدوله القبطيه في المهجر. مفيش حاجه اسمها الدوله القبطيه في المهجر. استاذ عبد الحميد قطب في المصريون او كل الزملاء المحترمين في جريده المصريون اعتقد انهم سمعوا هذا الكلام.